عايز اتكلم معاكم في موضوع في غاية الأهمية. قلت لازم نهتم بالطرف الآخر ولازم ناخد بالنا منه ونشارك أوقاته. قلت واي نوت. أول ما رجعت من الشغل أول امبارح قلت لها بعد الغدا أنا مش هريح شوية، أنا هشارك المدام وقتها. إيه يا حبيبي؟ بتعملي إيه؟ بتفرج يا حبيبي على المسلسل اللبناني. أنا هتفرج معاكي. أنت بتتفرج على مسلسلات لبناني؟ قلت لها أنا عايز بقى أبتدي أشاركك يا حبيبتي أوقاتك. معايا طبعا نضارتي والموبايل بتاعي، هي بتتفرج على المسلسل وانا ماسك الموبايل بلعب على الفيسبوك. استرعى انتباهي كده المسلسل دوت بتاع ممثل لطيف اسمه ظافر عابدين، امور كده وحليوه. استرعى انتباهي كده دوت في لقطه في راجل كبير في السن ماسك قلوب هيليوم وجايب طارت وداخل على مراته بردك تقريبا في نفس سنه وبيحتفل معاها الانيفرساري دوت اللي هو عيد الجواز تقريبا الستين يعني. فحبيت بقى ان انا اعمل نفسي ان انا مركز معاها وانا اصلا كنت على الفيسبوك اصلا. إيه مش بص بيعمل ايه؟ بص جايب بص في السن ده جايب. قالت لي عشان عنده دم. اه اه مش عارف التون بتاع الصوت ما كانش بالنسبه لي انا مشجع ان انا اكمل الجمله. خلاص انا قطمت ورجعت لبست النضاره تاني وقعدت ابص على الفيسبوك. بس انا والله ما كنت شايف الفيسبوك، انا عينيا زغللت خلاص. عمال افكر انا اداري الموقف ده زاد ان التون ما عجبنيش، فقلت استظرف خافت حده التوتر اللي حصلت ديت. فقلت لها بصي يعني هي 60 بلس وفرحانه بالقلوب قالت لي عشان بني ادمه ومن حقها تعيش. لا كده الموضوع تصاعدي. الإفيه اللي انا عملته على الكنبه ما امتصش الكوره على صدر اللعيب، لا ده هيج الجماهير زياده. رجعت لبست النضاره تاني والله ما شايف الموبايل في ايدي حقيقي يعني. قلت بقى انا انزل بالتقيله عشان انا لازم اخلص القعده دي. حبيبي احنا لازم بقى من دلوقتي نفكر هنعمل ايه في الانيفرساري بتاعنا. ده انت لو افتكرت اصلا. لا كده خلاص، كده الموضوع موجه ليا انا، وبدل ما البس بقى النضاره وكده انا لازم اشوف انسحب ازاي من على الكاميرا. شلت طبعا الموبايل في جيبي وقلعت النضاره، لان انتوا عارفين طبعا ان كسر النضاره على وشك فيه خطوره عليك. سحبت بهدوء قلت امشي حبيبي انا هاخدش اريح شويه. وانا ماشي سمعت الافيه الاخير. ما قلت لك مالكش في اللبناني؟ قلت مالكش في اللبناني. مش عارف انا بردك الحته دي كانت واقعه مني شويه. انا اسمع دايما مالكش في المسبك، مالكش في الفرنساوي، لكن مالكش في اللبناني يمكن مش عارف ايه كان مقصود بيها. بس طبعا دخلت بقى جوه ريحت، افتكرت نصيحه جدي. قال لي يا اسلام ما تصورش فيديو اكتر من دقيقتين.